لاعبي ريال مدريد في خطر بعد ما اعطى فلورنتينو بيريز الضوء الاخضر لتشافي الونسو. لايك وفولو، خلينا احكي لك شلون. طبعا كنا شفنا تعبيرات وجه بيريز بعد ما باريس سان جيرمان سحق ريال مدريد بفضيحه بنصف نهائي كاس العالم للانديه. بحسب صحيفه الاس، بيريز اجى على تشافي الونسو قال له حبيبي معك الضوء الاخضر، تفضل. تشافي الونسو قرر بحسب صحيفه الاس انه يجتمع مع اللاعبين فردا فردا، يعرف شو طموحاتهم شو اهدافهم، وهل راح يكونوا مناسبين للفريق ولا لا. طبعا تشافي الونسو صراحه مدرب صارم، راح يجتمع مع اللاعبين ويشوف من هو الافيد للفرقه. اذا اللاعبين ما قرروا الالتزام راح يطلعوا من النادي والدكه ترحب بهم. طبعا بالخصوص لاعبين على راس القائمه هم فينيسيوس جونيور وكيليان امبابي. فينيسيوس جونيور اللي تراجع مستواه هذا الموسم وقدم اداء كارثي بعد قدوم النجم الفرنسي، وايضا خسارته للبلندور. صار لاعب ثقيل بالملعب، لا بيساند دفاعيا لا بيضغط، وايضا معدل تسجيل الاهداف الموسم هذا كان كارثي بالنسبه له. تشافي الونسو هل يقدر يرجع فينيسيوس جونيور لمستواه المعهود ويحل الخلاف بينه وبين كيليان امبابي؟ راح نشوف بالايام المقبله. اكتبوا انتم تحت بالتعليقات مين تتوقع راح يطلع من ريال مدريد بالايام المقبله ومين راح يجي على ريال مدريد. نستنى رايكم بالتعليقات.